في بيوت لما تعدي من جنبها تحس إنك عايز تبص الناحية التانية، مش عشان شكلها يخوف، لكن عشان في إحساس جواك بيقولك ما تبصش، المكان ده مش آمن. وفي بيوت تانية بتبقى هي اللي بتبصلك. النهاردة هحكيلكوا عن بيت ما بيقبلش الضيوف، بيت بيرفض اللي يدخل ويمشي وراه لحد ما يدمر حياته. بيت رايلي، أو زي ما أهل البلدة بيسموه البيت اللي بيرفض يسيبك. تابعوا معايا الفيديو للآخر عشان نشوف قصتنا نهايتها رايحة بينا على فين. بيت رايلي اتبنى سنة 1883 في بلدة صغيرة في ولاية كنتاكي بأمريكا، على ايد دكتور اسمه إيلايجا رايلي، دكتور نفسي كان معروف بأساليبه الغريبة. الراجل ده كان شايف ان العلاج النفسي محتاج اكتر من مجرد كلام. كان بيستخدم طريقة اسمها العلاج بالانعزال، ودي ببساطة معناها يحبس المريض في قبر مظلم ويخليه يواجه خوفه لوحده. الناس بدأت تلاحظ حاجات غريبة، أصوات صراخ طالعة من البيت، مرضى بيختفوا، والبعض بيخرج وهو بيتكلم بكلام غريب كأن في حاجة دخلت جواه. لحد ما في سنة 1901 الدكتور رايلي اختفى فجأة، دخل القبر ومحدش شايفه تاني. الشرطة فتشت البيت بالكامل، ملقتش أي أثر له ولا حتى جثته، ومن ساعتها البيت اتقفل واتساب مهجور. سنة 1967 عيلة اسمها عيلة هاريس قررت تشتري البيت بسعر رخيص جدا. كانوا فاكرين انها فرصة عمرهم. وأول ليلة الزوج خرج يتمشى حوالين البيت وقال لمراته انه نازل يطلع حاجة من القبر. نزل وما طلعش. مراته سمعت صوته بيصرخ، ولما نزلت لقت باب القبر مفتوح لكنه كان فاضي تماما، بس لقيت على الأرض دفتر صغير مكتوب فيه بخط إيده البيت ما بيحبش الغرباء. الشرطة بدأت تحقيق بس مفيش أي دليل على جريمة. الزوج اختفى كأنه ما كانش موجود. وبعد سنين طويلة مهندس شاب اسمه مارك قرر يشتري البيت علشان يجدده ويبيعه. دخل فعلا وقعد فيه لمدة أسبوع، بس في تالت يوم حصلت حاجة غريبة. مارك بدأ يسمع أصوات بتنده عليه باسمه من القبر، وكان بيصحى يلاقي الأبواب مفتوحة وكل مرة يقفلها تتفتح لوحدها تاني بالليل. كتب في مذكراته في صوت بيقولي ما تفتحش القبر، بس في حاجة جوايا بتجبرني أفتحه. وفي يوم الجيران شافوه بيجري في الشارع وهو بيصرخ الحيطان بتتنفس، البيت عايش. وبعدها اختفى تماما. وفي سنة 2004 قرر يوتيوبر مشهور اسمه جاستن ويلر، كان بيعمل سلسلة عن الأماكن المهجورة، قرر يدخل البيت ده عشان يصور فيديو من فيديوهاته. دخل البيت والكاميرا اشتغلت عادي جدا وصور وكل حاجة. وبعد ما روح البيت اتصدم لما اتفرج على الفيديو اللي صوره. الفيديو كان صوته مشوش بطريقة غريبة، كان في صوت بيهمس باسمه، والكاميرا كانت بتتحرك بطريقة غير اللي هو كان بيحركها بيها. والكاميرا فجأة ثبتت على مراية متعلقة وشاف وراه شخص. بعدها اليوتيوبر اكتئب وقفل قناته وقعد يحلف ان البيت ما كانش فاضي. نيجي بقى للنظريات اللي اتحطت عن البيت ده. الناس بدأت تتكلم وتقول ان الدكتور رايلي مختفاش لكن اتحبس جوه البيت. في اللي بيقول انه عمل طقوس شيطانية في القبر
وفتح بوابة لعالم تاني، وفي اللي بيقول إن البيت نفسه فيه وعي زي روح شريرة بتتحكم فيه. في باحثين في علوم الماورائيات قالوا إن البيت مبني على نقطة طاقة سلبية قوية، نقطة ممكن تأثر على العقل وتخليه يتوهم أو حتى يتلبس. البيت لسه موجود، محدش قدر يهده ومحدش قدر يسكنه. كل فترة الجيران بيقولوا إنهم بيسمعوا صوت موسيقى قديمة جاي من جوه، صوت خطوات بتمشي وصوت شخص بيهمس من ورا الشباك: ارجع ما تسيبنيش. والسؤال الحقيقي هو لو البيت ده موجود في شارعك وهتعرف إن مفيش حد دخل وخرج منه طبيعي، ممكن تدخل بنفسك ولا هتسيبه؟ بس عمرك ما هتنسى اسمه: بيت رايلي، البيت اللي بيرفض يسيبك.